للانديه المصريه والكره المصريه دائما بتشوف الفرق للاسف الشديد كجماعيا او حتى افراد، فكره المستوى الفني الثابت والتصاعدي مفروض يبقى موجود. انت النهارده مثلا بتشوف النادي الاهلي او من ماتشين ثلاثه النادي الاهلي هايل، الماتش اللي بعديه مش حلو، نادي الزمالك هايل، الماتش اللي بعديه واللي بعديه مش حلو. مفيش ثبات، مفيش تصاعد بالنسبه للمستوى الفني. الواحد النهارده وهو بيتفرج على، يعني طبعا الناس هتقول انت بتقارن ايه؟ الكره المصريه بالدوري الانجليزي، مثلا ارسنال النهارده واستون فيلا والماتش الجميل والرائع اللي احنا شفناه، وفوز 4-2 لارسنال بعد ما كان خسران 2-1. لا، الامور بالنسبه لهم هنا في تصاعديه في المستوى الفني، في ثبات حتى على الاقل في المستوى الفني. لكن هنا بتلاقي الامور بالنسبه للاعب مستوى الفني حلو، تلاقي الماتش اللي بعديه مش حلو. زي مثلا النهارده كابتن خالد بيتكلم على احمد عبد القادر، مستوى قبل كده بيبقى كويس وبعد كده تلاقيه مستوى الفني ينزل. الفريق ككل مستوى الفني في ماتش من الماتشات زي سياتل زي اوكلاند جيد، تيجي ريال مدريد فلامينجو يعني مش بنفس القوه. هي دي النقطه. الزمالك يعني الامور بالنسبه له تلاقي ماتش زي فيوتشر بيكسب، الماتش اللي بعديه بيخسر. مفيش يعني يعني بنقول ثبات في المستوى او تصاعد في المستوى في الفرق المصريه، وده ككل مش انا بكلمكم على اكبر فرقتين في مصر، ما بالكم بقى الفرق الثانيه. فكره المستوى الفني التصاعدي او المستوى الفني الثابت على الاقل، لكن ده مش موجود الحقيقه. اتمنى كمان المديرين الفنيين يبقوا مركزين في النقطه دي، ان دايما يبقى في تطوير للاداء وتطوير للشكل الفني بالنسبه للفرق. هطلع للفاصل، بعد فاصل هرجع مع حضراتكم. يعني عندي كلام لان احنا كنا اجازه امبارح في البريمو، وعندي كلام عن مباراه الامس بالنسبه لنادي الزمالك والتعادل الايجابي 1-1 مع المريخ. طبعا ده برضو ماتش يحط نادي الزمالك في حسابات كتير جدا صعبه على نادي الزمالك في الفتره القادمه، خصوصا ان الترجي منذ قليل انهى مباراته بالفوز على شباب بلوزداد اللي كسب نادي الزمالك في اولى مباراته هنا في القاهره. وبالتالي يعني مجموعه نادي الزمالك بتصعب الامور دلوقتي في الوقت الحالي، الا لو نادي الزمالك ابتدى يكسب في مباراته القادمه. نطلع